شباب تالتة إعدادي، هنعيد شرح منهج تالتة إعدادي الترم التاني. معانا أول درس في الجغرافيا هو درس الزراعة في العالم. قبل ما أتكلم لازم أعرف إيه أهمية الزراعة أصلا. الزراعة ديت هي بتوفر غذاء طبعا للإنسان، توفر غذاء للحيوان، تقدر توفر المواد الخام زي القطن، زي القصب اللي بنعمل منه السكر، توفر برضو فرص عمل عن طريق الناس اللي بتشتغل في حرفة الزراعة، بتوفر لنا برضو دخل قومي عن طريق بيع المحاصيل. يبقى انت الأهمية ممكن تشتغل عليها بدماغك من غير ما تقعد تكتب أو تحفظ كلام كتير من المنهج. فأنا عندي الزراعة أهميتها 5 نقط سهلين أوي ممكن أجيبهم بدماغي كده من غير ما أقعد أذاكر كتير. غذاء الإنسان، غذاء حيوان، بتوفر مادة خام، بتوفر فرص عمل، بتوفر دخل قومي. في معلومة كمان عن الزراعة. الزراعة دي مش نشاط جديد ظهر أول امبارح. الزراعة دي لما ظهرت من أكتر من 5000 سنة. يعني ده نشاط رئيسي ونشاط مهم، ودينا عرفنا أهميته. طيب هل الزراعة يا ترى على كده أنواع؟ تعال نشوف إيه هي أنواع الزراعة. الزراعة عندي نوعين، يا إما زراعة بدائية يا إما زراعة حديثة. والزراعة الحديثة دي انقسمت لنوعين، يا إما كثيفة يا إما تجارية علمية. طب ما تيجي كده هعملها لك على هيئة جدول كأنه مقارنة ونشوف هنكتب ايه فيهم. اول حاجة انا عندي الزراعة البدائية، التانية الزراعة الكثيفة، التالتة الزراعة التجارية العلمية. نمشي واحدة واحدة. الزراعة البدائية دي بتبقى في الأماكن يعتبر شبه الصحراء. مكان الوجود بتاعها فين؟ قال لك على هوامش الغابات الاستوائية. طب يبقى ده أول حاجة ممكن تجي لنا في مقارنة، يبقى ده الأماكن. الزراعة الكثيفة قال لك في المناطق الحارة والمعتدلة. أرجع تاني وأكد عليك الزراعة نوعين مش 3، يا إما بدائية يا إما حديثة. الزراعة التجارية والعلمية دي في المناطق اللي هي بتستخدم الآلات الحديثة، الناس اللي هي الدول المتقدمة، زي ما في أماكن في قارة آسيا أو في قارة أوروبا أو في قارة أمريكا الشمالية. وبرضه تقدر تقول إن هي في الأماكن الحارة والمعتدلة. طيب يعني إيه أصلا زراعة كثيفة؟ وده تعريف بيجي لنا كتير في الامتحان. الزراعة الكثيفة دي هي زراعة الأرض أكتر من مرة بشكل مكثف في العام الواحد. يبقى زراعة الأرض أكتر من مرة بشكل مكثف في العام الواحد لسد احتياجات السكان المحليين. طيب تعالى بقى، عايز أقارن في الخصائص. يبقى أنا عرفت أول حاجة أماكن الوجود. الخصائص، إيه الخصائص؟ الخصائص اللي هي عبارة عن المساحة اللي بتتزرع، أو عن الأيدي العاملة قد إيه، أو عن الآلات اللي موجودة. فاحنا هنا تعالى نشوف أول حاجة المناطق البدائية. قال لك المناطق البدائية ديت بتتم الزراعة في يعني عندها مشكلة اللي هي ضيق المساحات المزروعة. طيب الناحية التانية الزراعة الكثيفة قال لك صغر الحقول الزراعية. طب التجارية العلمية قال لك اتساع الأراضي، حتى بيسموها الأراضي الواسعة. طب بس في حاجة بس كده يا مستر، هو في فرق ما بين كلمة ضيق المساحات وفي فرق ما بين صغر الحقول؟ يا صاحبي في فرق ما بين الاتنين. تعال افهمك هنا بشكل اكتر. لو هاجي اتكلم عن، هفترض ان دي اللي قدامي دي اللي هي الزراعة، منطقة فيها زراعة بدائية. بص كده، الارض الصالحة للزراعة مساحتها ضيقة. الارض نفسها اللي صالحة للزراعة مساحتها ايه؟ ضيقة، وفي نفس الوقت بعيدة عن بعض. لكن لو هاجي ابص هنا حاجة زي مصر، دلتا وادي النيل، بلاقي هنا ان الاراضي تعتبر واسعة بس ملكية الحقول ضيقة.
يعني كل واحد بيمتلك مساحة صغيرة من الارض، الملكية، الحقل بتاعك ضيق. انت هتاخد في التاريخ ان احنا مصر اتحولت من الاقطاع، وزعنا الاراضي على الفلاحين، بقت ملكية كل واحد مساحة صغيرة من الارض، يعني الحقل بتاعه صغير. تمام. طيب افهمها لك بشكل تاني. ادي مثلا بلد، فانا معايا هنا حتة ارض بتاعتي. الارض ديت انا عايز الحقل بتاعي ده صغير، فانا عايز اشتري حتة ارض. الجيران اللي حواليا ما رضيوش يبيعوا لي، الناس المحيطة بيا ما رضيوش يبيعوا لي، فاضطريت انا اعمل ايه؟ اروح اشتري حتة ارض في البلد، بس في مكان تاني، وعايز ربنا كرمني بقى معايا فلوس اشتري حتة ارض في منطقة تانية. خلاص، فانا كده معايا اكتر من ارض، بس كل حقل منهم الحقل ده ماله صغير، غير ضيق المساحات المزروعة. ضيق المساحات المزروعة يعني الارض نفسها الصالحة للزراعة ضيقة، مش كبيرة زي الصحراء، زي الواحة اللي في الصحراء. المساحة الصالحة للزراعة نفسها مالها ضيقة. وصلت كده؟ اتمنى تكون الجزئية دي اتفهمت. يبقى انا عندي ضيق المساحات المزروعة غير صغر الحقول. طيب كده السكان نفسهم اللي في المناطق البدائية قليلة، فانا عندي قلة الايدي العاملة. اما هنا فانا عندي الحقل نفسه قلنا صغير، فهيبقى صعب عليا استخدم فيه الالات، يبقى كثرة الايدي العاملة. طب هنا بيعتمد اصلا على الالات الزراعية، فمش محتاج في الزراعة التجارية، فمش محتاج الايدي العاملة كتير، يبقى قلة الايدي العاملة. يبقى انا عندي البدائية والتجارية العلمية الاتنين قلة الايدي العاملة، لكن الكثيفة بيبقى عندي كثرة الايدي العاملة. والسبب لو جه في الامتحان بما تفسر كثرة الايدي العاملة في الزراعة الكثيفة، ممكن اقول له حاجتين. الحاجة الاولى قلة الالات الزراعية، ممكن الاساس في المنهج عندي بقول تعدد عمليات الزراعة. ايه هي عمليات الزراعة؟ زي مثلا الري، زي تنقية الحشائش، زي القاء البذور. فيبقى انا دي بالنسبة لي ايه السبب اللي خلاهم احتاجوا الايدي العاملة. يبقى انا هنا طيب تعالى في الزراعة البدائية. هل يا ترى في الزراعة البدائية بيحتاج الالات؟ هو ما عندوش الات، يبقى انا عندي هنا قلة الالات. في نفس الوقت الالات كمان هتبقى بدائية. طيب الزراعة الكثيفة هيبقى صعب عليه يستخدم الآلة بسبب صغر الحقل، قلة الآلات. يبقى أنا عندي هنا أهو قلة إيه؟ الآلات. أما بالنسبة لدي الزراعة التجارية والعلمية، فقال لك الاعتماد على الآلات الحديثة، يعني كثرة الآلات الحديثة، وبالتالي ما بيعتمدش على الأيدي العاملة. طب معلش كده يا مستر فهمني حاجة، هو إيه علاقة صغر الحقول بقلة الآلات؟ تعال أفهمك كده. أنا عندي الأرض بتاعتي دي مثلا لو هتجيب لي 200,000 جنيه في السنة، يعني لو الأرض دي هتجيب 200,000 جنيه في السنة مكسب صافي، أروح أشتري آلة ب5 مليون جنيه؟ يا نهار اسود! يعني أنا عشان أجمع تمن الآلة دي محتاج لي 25 سنة، فبالتالي مدة زمنية طويلة قوي. فبالتالي مهما كانت الآلة هتوفر لي فلوس من الأيدي العاملة، بس رقمها بالنسبة لي كبير، لأن الربح اللي راجع مش كتير للدرجة اللي يغطي ده كله، وبناء عليه مش هرجع للآلات. طب يا مستر ما احنا ساعات اما بنسافر البلد بنشوف آلات، بيبقى دي ناس راحت واشتغلت بره مصر أو في مكان وجمعوا قرشين ورجعوا، ربنا كرمهم بفلوس واشترى آلة وبيبدأ يأجر الآلة دي
للمزارعين اللي حواليه. فهمتوا كده؟ وطبعا ما بيبقاش كل الآلات. فيبقى انا عندي السبب الرئيسي اللي خلى الآلات قليلة في الزراعة الكثيفة ان الحقل ماله صغير، صغر الحقول. طيب تعالى كده نشوف الهدف. الهدف من الزراعة البدائية سد احتياجات السكان من الغذاء. مفيش فائض للتصدير، دون فائض للتصدير. طيب هنا قال لك اشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. ايه ده، هو في فرق ما بينهم؟ قال لك في فرق. ايه الفرق؟ تعال نشوف كده. هنا سد احتياجات السكان، يعني السكان الواحة مثلا لو ما زرعوش مش هيلاقوا ياكلوا، ما بيبقاش عندهم فائض للتصدير. انت فاهمني؟ مفيش فائض معاه للتصدير، كده كده يا دوبك هو بيزرع عشان ياكل. لكن ايه اشباع السكان المحليين من الغذاء؟ ما انا قلت لك الزراعه الكثيفه دي زي اللي عندنا احنا هنا في مصر. مين فينا ممكن، انت لو بتسمعني من بلد في الارياف هتقول لي انا بزرع وباكل، لكن سكان مثلا المدن الصناعيه زي القاهره، زي الجيزه، زي اسكندريه، ما بيزرعوش وبياكلوا. بياكلوا منين؟ من محصول الارض بتاع البلد دي. مين اللي زرع الزرعه دي؟ الفلاح، واحد ساكن معاهم في نفس الدوله، السكان المحليين. يبقى الفلاح اللي معانا في مصر، المزارع اللي معانا في مصر، لما بيزرع مش عشان هو اللي ياكل بس، هو بيزرع عشان ياكل وياكلنا معاه. غير سكان الواحة يا دوبك بيزرعوا عشان ياكلوا هم. اتفهم؟ لكن ديت التجارية العلمية قال لك الانتاج التجاري الضخم. هو عنده انتاج تجاري ضخم، التصدير. ايه اهم المحاصيل في الزراعة البدائية؟ قال لك الموز، الذرة، اليم، ومحصول تاني اسمه الكسافة. اليم والكسافة دول، اليم ده بيبقى شبه البطاطس، والكسافة دي شبه البطاطا، ودي محاصيل بتتزرع في المناطق دي عشان يجففوها ويطحنوها يعملوا منها خبز. طب الكثيفة قال لك القمح، الأرز، القطن، ولو اتبقى عندهم فائض هيصدروه. طب التجارية والعلمية قال لك المحاصيل، قال لك القمح، القطن، المطاط، الشاي، دي أهم المحاصيل. يبقى أنا عندي دلوقتي عرفت أنواع الزراعة. يبقى الزراعة معايا راجع تاني نوعين، يا إما بدائية يا إما حديثة، أو الحديثة اتقسمت لاتنين، الكثيفة والتجارية العلمية. البدائية على هوامش الغابات. طب ما توريها لنا كده على الخريطة يا مستر؟ ممكن تيجي؟ ممكن تيجي. المناطق الاستوائية اللي هي عند خط الاستواء، فهتلاقي الزراعة البدائية اللي هي باللون الأصفر ده على هوامش الغابات الاستوائية. طب الزراعة التجارية العلمية في المناطق المتقدمة، يعني احنا ممكن نشغلها بالدماغ، قارة أوروبا، دولة الولايات المتحدة هنا في أمريكا الشمالية. الزراعة الكثيفة المناطق ايه؟ الزحمة. هتلاقي عندك زي وادي ودلتا النيل، الهند، الصين. اتفهمت كده؟ سهلة بإذن ربنا. خلاص شباب، تعال نروح للمحاصيل. المحاصيل ديت بيجي ساعات اوقات كتير في الكتاب يقول لك صنفها. يبقى انا عندي حاجه اسمها التصنيف. تعال نمشي واحده واحده. اول حاجه التصنيف بتاع المحصول. المحصول نفسه اهميته هنقولها كده شفوي. عندي القارات المنتجه وعندي الدول، لازم افرق ما بين قارات ودول. المحاصيل بتنقسم لانواع. اول حاجه معانا محاصيل غذائيه. المحاصيل الغذائيه دي في معايا الحبوب الغذائيه. زي مين؟ قال لي زي القمح وزي الذره. في محاصيل غذائيه تاني قال لك نعمل ده كده. في محاصيل غذائيه تاني زي ايه؟ محاصيل غذائيه زي المحاصيل السكريه، زي قصب السكر، وزي بنجر السكر. في تصنيف تاني للمحاصيل؟ في تصنيف تاني
زي محاصيل نسيجية، أو ساعات بنسميها الألياف زي القطن. آخر حاجة محاصيل ذات طبيعة خاصة. المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة دي عندي اتنين، عندي المطاط الطبيعي وعندي الشاي. تعالى بقى نشتغل كده على هادي حاجة حاجة. القمح، القمح ده بيتزرع فيه، ركز في الكلمة دي، بيتزرع فيه كل القارات، لكن الذرة معظم القارات. هو في محاصيل تاني حبوب غذائية، عندك الشعير وعندك الأرز، بس مش عليك في المنهج. فأنا عندي الفرق ما بين القمح والذرة. القمح بيتزرع في كل القارات، استخداماته يدخل في صناعة غذاء رئيسي للإنسان، يدخل في صناعة الخبز، المكرونة، الحلويات. الذرة قال لك بيستخدم كعلف للماشية. قصب السكر وبنجر السكر الاتنين بيشتركوا في حاجة واحدة، ايه هي؟ ان الاتنين بينتجوا السكر، بس القصب المصدر الاول انتاج السكر والبنجر المصدر التاني. في سؤال بيجيني مهم، قال لي القصب بيزرع، قصب السكر يزرع في كل القارات ما عدا قارة اوروبا. اشمعنى؟ لسببين، ان القصب ده محصول مداري، يبقى انا بكتب له سببين. السبب الاول القصب يحتاج الى حرارة مرتفعة. طب والسبب الثاني، ان قارة اوروبا نفسها الحرارة منخفضة، واوروبا درجة حرارتها منخفضة. بيبقى صعب ان الدرجة تتحسب لك لو كتبت لي السبب واحد من الاثنين. خلاص. طب انا عندي سؤال، ده لو جالي السؤال هنا بما تفسر قصب السكر يزرع في كل القارات ما عدا قارة اوروبا، فاقول له القصب بيحتاج حرارة مرتفعة واوروبا درجة حرارتها منخفضة. لكن لو السؤال جالي ما النتائج، ايه النتيجة؟ ايه النتيجة؟ نغير رأس السؤال، ما النتائج المترتبة على قصب السكر يزرع في كل القارات ما عدا اوروبا؟ هرد اقول له اعتماد قارة اوروبا على البنجر في انتاج السكر. وفي سؤال جه قبل كده كان جاي يدلل، ايه الدليل ان القصب يزرع في كل القارات ما عدا اوروبا؟ الدليل بتاعي ان هي بتعتمد على البنجر في انتاج السكر. طيب حلو قوي. القطن، القطن برضو محصول مداري، تمام. القطن ده بقى ليه كذا استخدام، يعني بيستخدم طبعا في صناعة المنسوجات، بيستخدم في صناعة زيت بذرة القطن، بيستخدم في ساعات علف للماشية. ايه ده؟ ازاي يعني؟ طيب تعالى لو انت مش متخيل، ادي الصورة بتاعت القطن. ده القطن، ده محصول القطن. القطن الابيض دوت احنا بناخده نعمل منه منسوجات. جوه الثمرة دي بلاقي فيه، لما بيشيلوا القطن بيلاقي فيه بذرة. البذرة دي بيعمل ايه؟ بياخدها يعصرها. الورق الاخضر اللي حواليه ده بيتعمل منه علف للحيوانات. يبقى القطن ده للمنسوجات، البذرة اللي جوه بعمل منها زيت بذرة القطن، العواد الخضرة دي بستخدمها علف للماشية. المطاط سهل أوي، بيدخل في صناعة إطارات السيارات. محدش يكتبها في الامتحان كاوتشات العربيات، اسمها إطارات السيارات. الشاي ليه شروط عشان يتزرع، عايز حرارة مرتفعة، عايز تربة خصبة، في نفس الوقت التربة دي تبقى خفيفة. خفيفة يعني جيدة الصرف، عايز هواء رطب الرطوبة فيه عالية، عايز أمطار غزيرة أو مياه وفيرة. وبناء عليه مش هيتزرع في كل الأماكن.
طب اللي هو مقاليش اهميه الشاي في الكتابه يا مستر، ممكن اقول التجاره الدوليه. يعني لو جه في امتحان رخم عليك وقال لك ايه اهميه الشاي، هقول له التجاره الدوليه. يبقى انا عندي القمح بيتزرع في كل القارات، بيستخدم في صناعه خبز، مكرونه، حلويات. الذره بيتزرع في معظم القارات وبيستخدم علف للماشيه. قصب السكر المنتج الرئيسي للسكر وبيتزرع في كل القارات ما عدا اوروبا. البنجر المنتج الثاني وبديل للقصب وبتعتمد عليه اوروبا. القطن من المنسوجات، عندنا محاصيل تاني من المنسوجات زي الكتان وحاجه اسمها الجوت، ودول مش عليك في المنهج، مش شرحهم مش عليك. يبقى القطن بيستخدم في منسوجات، وزيت بذرة القطن، وعلف الماشية. المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة زي المطاط والشاي وفي البن، بس انت اللي عندك المطاط والشاي. مطاط اطارات السيارات. الشاي لو طلب اهميته التجارة الدولية، شروط زراعته: حرارة مرتفعة، تربة خصبة خفيفة، وهواء رطب، ومياه وفيرة. والمطاط طبعا انتوا عارفين بيطلع من عصارة الاشجار الغابات الاستوائية. بالنسبة للقمح، فبلاقي ان القارة الاولى في الانتاج اسيا، الدولتين بالترتيب الصين والتانية الهند. الذرة انا عندي قارة امريكا الشمالية، والدول ما ذكرش دول عندك في الكتاب. يبقى القمح في اسيا والدولتين الصين والهند، والذرة امريكا الشمالية. القصب ما ذكرش القارة بس ذكر لي الدولة البرازيل، يبقى الاولى في القصب البرازيل. يبقى القمح اسيا، دولتين الصين وهند، الذرة امريكا الشمالية، والقصب البرازيل. البنجر قاراته اللي هنكتبها مش بالترتيب، فانا عندي اوروبا هتبقى الدولة فرنسا، عندي امريكا الشمالية يبقى الدولة هتبقى الولايات المتحدة، عندي لو افريقيا تبقى الدولة مصر. يبقى انا عندي البنجر لو في اوروبا فرنسا، لو في امريكا الشماليه الولايات المتحده، لو افريقيا مصر. احفظ معايا. يبقى القمح اسيا الدولتين الصين وهند، الذره امريكا الشماليه، القصب برازيل، البنجر لو في اوروبا تبقى فرنسا، امريكا الشماليه ولايات متحده افريقيا مصر. انا عندي هنا بقى القارات في القطن بالترتيب. تلتين انتاج القطن من اسيا، اسيا شماليه جنوبيه افريقيا. يبقى قول ورايا: اسيا شماليه جنوبيه افريقيا. مين اللي بيتقال عليها الشماليه؟ امريكا، صح، برافو عليك. يبقى امريكا الشماليه. ومين اللي بيتقال عليها جنوبيه؟ جدع، امريكا برضه. يبقى انا عندي هنا القارات بالترتيب: اسيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، افريقيا. ممكن في الامتحان يجي يقول لي تاني قاره في انتاج القطن، تالت قاره، رابع قاره. خلاص، يبقى انا عندي بالترتيب اسيا شماليه جنوبيه افريقيا. اسيا يبقى الدولتين المعتدين الصين والهند. امريكا الشماليه ما ذكرش دول، الجنوبيه ما ذكرش دول، افريقيا ذكر، قال لك مصر والسودان. وده قطن اسمه قطن طويل التيله في مصر والسودان، يعني القطن ده فتلته طويله. يبقى تعالى كده راجع معايا: القمح اسيا دولتين الصين وهند، الذره امريكا الشماليه، قصب برازيل، البنجر لو في اوروبا تبقى فرنسا، امريكا الشماليه الولايات المتحده، افريقيا مصر. القطن اربع قارات بالترتيب: اسيا شماليه جنوبيه افريقيا. اسيا دولتين الصين وهند، افريقيا دولتين مصر والسودان. المطاط الاولى قاره اسيا والثانيه قاره افريقيا. عندي في اسيا اول دوله في العالم تايلاند، ودي دوله من دول قاره اسيا. في افريقيا الاولى في افريقيا نيجيريا، لو انت عندك نيجيريا في الدول الخمسه اللي في الاخر هتبقى محتاجها. خلاص، يبقى الاولى في العالم كدوله في المطاط تايلاند، القارتين اسيا وافريقيا. الشاي دوله الصين. في معلومه مش عايزك تنساها: في منتج اسمه السكر. يا ترى مين الاولى في انتاج السكر نفسه؟ منطقي هتبقى البرازيل، والثانيه كانت الهند، والثالثه الصين. يبقى الاولى في انتاج السكر هي البرازيل. طيب حبيبي تعالى كده اراجع القارات والدول وانتوا شطار وانا عارف. يبقى القمح اسيا دولتين الصين وهند، الذره امريكا
الشمالية القصب برازيل. البنجر لو في أوروبا تبقى فرنسا، أمريكا الشمالية الولايات المتحدة، أفريقيا مصر. القطن 4 قارات بالترتيب: آسيا شمالية جنوبية أفريقيا، آسيا الصين وهند، أفريقيا مصر والسودان. المطاط آسيا أفريقيا والدولة تايلاند. الشاي الصين، والسكر 3 دول: البرازيل، الهند، والصين. حبيبي كده خلصنا الدرس الأولاني. اتفقنا؟ أي حد هيتفرج علينا ولسه مش معانا، لو حابب تكمل معانا بقية المراجعات هتتواصل معايا على الرقم ده على الواتس، بحيث أهم نقطة يكون عندك تليجرام. هتبعت لي على الواتس وافهمك الدنيا فيها ايه، وادخلك القناة وتتابع بقية الفيديوهات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.